طب احنا مستنيين بس الناس تدخل. احنا هنتكلم النهاردة في موضوع مهم. لو انا عندي وحدة سكنية وعايز او تجارية او ادارية وعايز اشطبها، ايه الخطوات اللي المفروض ابدأ اعملها علشان ما يضحكش عليا يعني طبعا السوق مليان ناس والاسعار، ودلوقتي الاسعار اصلا غير مستقرة، فانا ازاي ما يضحكش عليا يعني زي ما بنقول في عز الغلاء اللي الناس عايشينه يعني. فالنهارده هنتكلم في اللايف عن لو انا عندي اي حاجه عايز اشطبها، ابدا ازاي بحيث ان انا ما اخسرش فلوس او ما اهدرش وقت او ايا كان يعني. طبعا احنا بنعيش حاليا فتره صعبه شويه في موضوع الغلاء والاسعار، وفي تجار اصلا موقفين سواء تصنيع او توريد او ايا كان يعني. ف هستنى بس كده لما يبدأ عدد يدخل وهنبدأ نتكلم مع بعض. في أزمة حتى احنا بنعيشها كمهندسين بنشطب يعني. أنا مثلا طالب طلبية معينة أو عايز مثلا أشتغل في بند معين، وألاقي مثلا المورد يقول لي، طبعا لو مفيش علاقة قوية بينا هتلاقيه بيقول لك لا والله الحاجة مش موجودة، أو مش هيقول لك إن هو شايلها ومش هيطلعها، أو هيقول لك استنى مثلا بالسعر الجديد. لكن هو هتلاقيه بيفاجئك ويقول لك والله للأسف الحاجة مش موجودة، وتروح للتاجر ده وتروح للتاجر دوت، بتبدأ تتصدم يعني. انت خلاص انت عطلت مش قادر تشتغل. ترتيب البنود طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تكون مرتب لها. وبقينا دلوقتي عايشين في سباق، ان انا يعني ممكن مثلا اكون لسه ببدأ بشطب وحدة، ولسه بدري مثلا على مرحلة البورسلين او مرحلة الصحي، وتلاقي نفسك بتسابق الوقت وبتسابق السعر في ان انت بتجيب الحاجة من دلوقتي وتبدأ تشيلها. يعني انا لسه اصلا بكسر او بعمل تعديلات معمارية، وتخيل بروح لسه احجز الصحي او بحجز الحاجات البنود اللي فيها فلوس كبيرة. مثال مثلا، انا معايا شقة مساحتها كبيرة جدا، فهنشتغل فيها بورسلين وهنشتغل فيها أواعي دفن وكده. فلما جينا نبدأ احنا عارفين ان الكلام ده كان في أول شهر 11. فأنا عارف ان احنا داخلين على بداية سنة جديدة بأسعار مختلفة، فبدأت أنصح العميل ان انا أقول له خلي بالك في بنود، دي نقطة مهمة. في بنود معينة يعني لما الحاجة بتزيد فيها العميل بيزعل ان هو هيدفع رقم كبير. يعني انا مثلا لو عندي بضاعة نقاشة مثلا، يوم ما تزيد مش هزعل قوي لان لسه مرحلة متقدمة شوية. لكن مثلا بند زي البورسلين او السيراميك لا، يوم ما هيزيد مع الكميات او مع المساحات اللي احنا بنشتغل عليها طبعا الكلاينت بيزعل جامد. الكهرباء برضو من البنود التقيلة يعني. عندك كهرباء، عندك اليو بي في سي او الالوميتال على حسب طبعا المواصفة اللي احنا بنشتغل بيها. عندك بند البورسلين من البنود اللي هي اللي بتكون تقيلة. فانت ازاي تحاول تمانج البنود، وفي نفس الوقت زي ما بنقول كده بنقلل الخسائر في عز الاسعار اللي بتتغير كل شوية يعني. طيب خلينا نتكلم يعني نستنى شوية العدد يزيد. احنا موضوعنا النهاردة اكتر عن ترتيب البنود، يعني ترتيب البنود وايه البنود اللي فعلا بيبقى فيها فلوس. وازاي برضو عايزين نتكلم في نقطة ان انا ازاي ابدأ اوفر، بس مش على حساب الجودة، مش على حساب المواصفة. في نقطة مهمة جدا، المواصفة اللي أنا بشتغل بيها إيه، وإزاي أقدر أوفر في السعر بتاع المواصفة ديت. طيب خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنبدأ بيها لما بستلم شقة، سواء بقى مهندس أو في مقاولين كتير دلوقتي بيشتغلوا في مجال التشطيبات بعيدا عن الهندسة، بيعمل حاجة اسمها رفع مساحي اسبلت. انت اشتريت وحدة بيبقى معاك البلان بتاعها، معاك نشوف كده بيبقى معاك البلان بتاعها او كده. بس الاسبلت اللي هو الوضع الحقيقي لازم يتعمل له رفع مساحي، لان ده هيفرق معاك في كل حاجة. يفرق معاك في مساحات تكون مظبوطة، ما تبقاش عطلان. لان انت مثلا مثال، لو انا عندي وحدة سكنية الشركة مدياني البلان بتاعها وليكن 100 متر مثلا، فجيت انت عملت رفع لقيت فيه زيادة او فيه نقص، فده ممكن يهدر معاك فلوس او تعطل على كمية معينة. وبالذات مع الحاجات المستوردة، لو انت اشتريت حاجة من دلوقتي وجيت بعد شهرين ثلاثة مثلا، لما جيت او شهرين يعني ثلاثة ده كتير يعني،
يعني نجيب بعد شهرين مثلا جيت تركبها واحتجت منها تاني، ممكن يقول لك للاسف مش موجوده، وساعتها دي بتبقى مشكله كبيره يعني. خلينا نبدا الاول في البنود اللي انت بتبدا بيها. انت عندك اول حاجه رفع مساحي. طبعا بروح بدخل على الوحده السكنيه لازم اعمل اسبلت رفع مساحي، ببدا ارسم الكلام ده على الاوتوكاد علشان خاطر يديني مقاسات مظبوطه، علشان خاطر برضو احنا لازم نعمل حاجه اسمها فرنتشر بلان. بعمل مسقط افقي مفروش. الموضوع ده مهم جدا لان هو ده اللي هيتوقف عليه الشكل الجمالي اللي هتعمله بعد كده، هيتوقف عليه النسب اللي انت هتشتغل بيها، هتوقف عليه توزيع الكهرباء، كل حاجه. فاول حاجه ببدا اعملها فرنتشر بلان. الموضوع ده مهم جدا حتى لو انت هتشتغل بنفسك، لو في مقاول هيشتغل، لو في صنايعي هيشتغل، طبعا لو في مهندس هيشتغل، فانت لازم يبقى عندك بلان مفروش، لان هو ده صدقني اللي هيظبط لك كل حاجه بعد كده، سواء شكل جمالي او وظيفي. اللي هيظبطه هو البلان المفروش. طبعا مش لازم نقول 3D، طبعا لو في ديزاين 3D يبقى افضل، بس خلينا نتكلم في الاول لو انا عايز الم الدنيا، فانا يبقى عندي بلان مفروش 2D. ليه بقى؟ مثال برضو، معلش انا ممكن بطول في النقطه دي، بس النقطه دي هي اللي توقف عليها صدقني تشطيب شقتك كله بالجوده. يعني مش اعلى حاجه، بس برضه على الاقل هتبقى حاجه مميزه، هتبقى حاجه مختلفه. بنتكلم برضه عن الناس اللي عايزه تلم الدنيا شويه في عز الغلاء اللي احنا فيه. انا لو عندي اوضه مثلا ومش مستقر هحط السرير فين والدولاب فين، ودخلنا بدأنا بقى يلا بينا نكسر ونأسس كهرباء وكده. انا لما اجي ابدأ اوزع الفيش بتاعه الكومودينو، وابدا اشوف الدولاب بتاعي لو هيكون مضيء او مش مضيء، السقف بتاعي هيبقى الدولاب موجود فين، فانا كده هتوه. لما اجي اخش هشتغل طبعا كده بلدي زي ما في كتير للاسف بيشتغل، فاجي افرش احط السرير الاقي ان مكان التأسيس بتاع الكومودينو بقى في ظهر الدولاب. وهتلاقي في ناس كتير عاشت الموضوع دوت، يجي يفرش يخش الشقه يلاقي الدولاب وراه مثلا 3 علب كده كهرباء، ويجي يحط السرير يلاقي هو نايم على السرير عايز يشحن موبايله مثلا، او عايز يشغل الاضاءه ويقفلها، فيقوم من على السرير يروح فيشه قريبه. كل المشاكل دي بانت ليه؟ علشان خاطر ما كانش فيه فرش. تخيل حاجه بسيطه، ما كانش فيه بلان مفروش. فانت لازم الاول يبقى عندك بلان مفروش، ده اول حاجه، لان هو ده اللي انت هتبدا تشتغل عليه. فانت عملت رفع مساحي، عملت بلان هتبدا تشتغل عليه، نبدا ننزل للموقع. طبعا في هنا حته ناس بتعملها وناس ما بتعملهاش، اللي هو ال 3 دي ديزاين. ال 3 دي ديزاين يا جماعه مهم جدا، بس في ناس بتقول لك لا معلش انا عندي شويه صور حابب ابدا اوظفها. طبعا وجود حد معاك عنده يعني ذوق ويقدر يستفيد بالصور ديت ويوظفها عندك بنسب مظبوطه. انا الكلام ده شرحته في فيديو قبل كده، يعني موضوع اهميه ال 3 دي ديزاين، ولو مش تعمل 3 ديزاين تتصرف ازاي. فانت لو هتعمل 3 ديزاين هيريحك، لان انت هتيجي اللي هيشطب لك ده هتقول له والله انا عايز استلم زي ده. لو حاجه اتغيرت دي مسؤوليتك انت، احنا مرتبطين ب 3 دي. لكن لو ما فيش بتبدا تتفق مع الكلاينت. طيب دخلنا الشقه معانا بلان مفروش، استقرينا على الستايل او الاتجاه اللي احنا نشتغل بيه. اول حاجه بعمل تعديلات معماريه، ده اول بند. وخلي بالك البند دوت يعني انا بقول عليه بند خفي. بند التعديلات المعماريه ده بند خفي جدا، لان انت تحس ان انا ايه، انا هكسر حتين وهورط كام طوبه والموضوع مش هيكلف، وتلاقي مره واحده دخل في فلوس غريبه ما تبقاش انت عامل حسابها. فانت تخلي بالك من الموضوع دوت. بنبدا نحدد مع بعض التعديلات المعماريه. هشيل والله الحيطه ديت، هوسع مثلا ادخل الريسبشن على اوضه الليفنج فاوسع الريسبشن. لا والله ده انا عايز اعمل حمام جوه الاوضه، وساعات بنعمل كده نخش نلاقي مثلا اوضه بس مساحتها تسمح ان انا اقلبها ماستر، فبعمل حمام جوه. كل دي بنقول عليه تعديلات معماريه. التعديلات المعماريه بتنقسم لحاجتين: تكسير وبنى بسيطه. بخش اكسر حاجات وبخش ابني حاجات. فانت عندك اول حاجه بتجيب بني ادم تقول له والله انا عايزين نكسر الحاجه ديت، بيجيب بقى اشخاص او كده. اللايف بيقطع، مش عارف هو واضح مع الكل ولا بيقطع بس عند ناس معينه، مش عارف. الصوت كده طيب واضح؟ لو الصوت واضح بس حد يقول لي يعني. الصوت كده واضح؟ طيب خلينا اكمل. لو الصوت مش واضح يعني حد يقول لي بس ايه خلاص. انا هبدأ بجيب ناس بتبدأ تكسر التكسير دوت.
طبعا انت بتكسر الخواط بتاعتك من جدرها زي ما بنقول. الصوت واضح بس بيقطع جامد. عندي عندي شبكة كويسة يا محمد، مش عارف. طيب كده بيقطع برضو ولا الدنيا واضحة؟ الصوت بيقطع او اللايف بيقطع؟ تمام. طيب بجيب الناس بتبدأ تكسر الأول. بص بقى التكسير ده يعني حاجة عادية، هكسر حيطة هدي للناس يوميات. وموضوع الأسعار ده مهم جدا، عايز أبقى أتكلم فيه يعني من تجاربي في السوق واحتكاكي بالناس. بالمناسبة أنا بشتغل كده كده نسبة إشراف، فأنا الأسعار اللي هقولها ما فيهاش مقاولة، يعني أنا هقول لك السعر الحقيقي اللي أنت المفروض بتدفعه. أنت لو جبت العمال بدأوا يكسروا معاك، بتعبي الحاجات دي في شويلة علشان يسهل عليك التنزيل. طبعا موضوع تخيل بيفرق لو انت في ارضي او اول او في عمارة في خامس في عاشر في 11. كل ما بتطلع فوق كل ما للاسف هتدفع فلوس اكتر، لان انت عشان تشون الحاجات ديت وتنزلها هتبدأ تدفع عليها فلوس. بس برضو هتكلم في نقطة ان انا ازاي اوفر في ان انت مش كل شوية تكسر حاجة تقوم منزلها، لا بنكوم الحاجات وبنركنها علشان احاول اخلص مرحلة التكسير كلها في البنود اللي جاية، وابدأ اجمعها عشان انزل مرة واحدة. وفي حالة ان انا اقدر اجيب ونش بيبقى طبعا اريح لك وانجز لك واوفر لك كمان ان انت تجيب ناس تبدأ تنزل. الكلام ده في الادوار المرتفعة جدا يعني. بعد ما بكسر بحسب حسبة الطوب بتاعتي، وبورد الطوب والاسمنت والرملة. اول ما بخش الشقة انا عندي طوب واسمنت ورملة لازم اوردهم. لما بورد الحاجات ديت بجيب البنا، بندخل بقى على جوه البند بتاعي المباني، بدخل على البنا بقول له مثلا عايز احط دي هنا، عايز ابني الحيطه دي هنا، عايز اعمل هنا باب، هقفل هنا باب. كل الكلام دوت بتبدا تظبطه جوه بند التعديلات المعماريه. ده اول بند. البند دوت لازم تكون درسه كويس جدا، علشان الفلوس اللي انت بتدفعها في التكسير وفي التعبئه وفي الشويله وفي ان انت تشيلها هي طبعا مش كبيره قوي، بس بتبقى انت مش عامل حسابك عليها. خلي بالك من البند ده، اول بند بند التعديلات المعماريه. تاني واحد يدخل عندك نصيحة، طبعا في ناس بتدخل الكهربائي في ناس بتدخل السباك. انا بشتغل ازاي؟ ببدأ بالسباك. ليه بقى؟ لان السباك دوت في حاجات لو ما ظبطهاش هتبقى مصيبة. السباك بيعمل ايه؟ بيجي اول يوم بياخد حاجة اسمها شرب. يعني ايه شرب؟ يعني انا دلوقتي عندي ارضية خرسانة وعندي سقف خرسانة، فانا مش عارف الارضيه هتبدا تطلع او لما اجي اشطبها مستواها هيبقى ارتفاعه كم الخرسانه. طبعا الخرسانه بتاعتي مش مظبوطه، حتت نازله وحتت طالعه وفي عندي تكسير وحاجات، فانا مش عارف لما هقف على الارضيه الحقيقيه بتاعت التشطيب على ارتفاع قد ايه. فالموضوع ده مهم، فده بنقول عليه الشرب اللي هو المنسوب اللي انا ببدا احدده جوه الشقه بتاعتي. فالسباك بيبدأ يدخل معاه كده جهاز ليزر، بيبقى ميزان كده ليزر، بيبدأ يشرب الشقة. يبدأ يقول والله احنا بنشرب على متر، يقول لك انت بعد ما تشطب الارتفاع بتاع المتر بتاعك اهو، ويبدأ يرسمه. ويبدأ ينقل الشرب بتاعه جوه طبعا المطبخ والحمامات اللي هو هيبدأ يشتغل عليها، لان ده شغله. غير بره تأسيس التكييفات، وده برضو تأسيس الصرف بتاع التكييفات، ده شغل السباك. فالسباك بيبدأ أول حاجة يخش يعمل حاجة اسمها الشرب، اللي هو يظبط المنسوب اللي أنت هتشطب عليه الشقة بتاعتك، وبيحطه عند المتر. ليه السباك بقى؟ أنا عندي أخطر حاجة لو ما ظبطتش في الشرب هتبقى مصيبة، هي القعدة، سواء دفء أو عادية. السباك لما بيخش بيحط منسوب المتر. لو أنا عندي قاعدة دفء هتلاقي الخزان نفسه اللي أنت بتجيبه بيكون عليه علام، تخلي بالك منه، العلام ده علام المتر. فهو لازم يحط الخزان دوت على المنسوب بتاع المتر. ليه بقى؟ لان الخزان دوت لو انا هعمل قاعده دفء بيكون طالع منه تشين كده، يعني حاجتين حديد كده طالعين من الخزان اللي بيشيلوا القاعده. لو الخزان ده يعني اترفع عن المتر، تخيل لو اتركب فوق شويه عن مستوى الارضيه اللي احنا المفروض نلتزم بيه، القاعده هتبقى مرفوعه. فلما تيجي حضرتك تقعد على القاعده هتلاقي ان القعده عاليه، فطبعا دي حاجه غلط، دي مصيبه بالنسبه لنا. طب ولو تحت المتر؟
لما تيجي تركب القاعده مش تبقى معلقه، هتلاقي القاعده بتخبط في الارض، فبقى منسوبها تحت. فطبعا دي مصيبه يعني، دي مش مشكله سهله. وفي نفس الوقت انا لما اجي اقعد في حاجه غلط، يا اما القاعده عاليه يا اما القاعده منسوبها منخفض، فما ينفعش. فموضوع الشرب بتاع السباك ده مهم جدا. فهو اول واحد بخليه يخش ياخد الشرب بتاعي المنسوب، ويبدا يركب الخزان بتاع الدفن على شرب المتر. طب لو انا اعمل قاعده عاديه برضو مهم، لان هو لما هيجي ياسس الاربعه بوصه اللي هي الماسوره بتاعه القاعده، لازم برضو يكون واخد ارتفاعها من المنسوب بتاعه، عشان انا لما اجي اركب القاعده العاديه اجي او مدخلها كده، لازم الحته اللي ورا تقوم داخله في الماسوره. تخيل بقى لو الماسوره دي عاليه او واطيه مش هتنفع، بالذات لو قاعده عاديه المفروض تبقى قاعده على الارض، فهتبقى مشكله. طبعا بنجيب لها اكسسوارز معينه بان انا بنقل منسوب القاعده للماسوره، بس ليه؟ طالما انا باسس من الاول يبقى انا اشتغل مظبوط. يبقى انا كده بعد بند التعديلات المعماريه بدخل على بند السباكه، لان هو اللي هيبدا يشغل كل البنود على الشرب بتاعه. السباك دخل بيعمل ايه؟ بيبدا يعمل حاجه اسمها تاسيس سباكه، بنقول عليه البولي والصرف. البولي ده اللي هو رمز للميه يعني، اللي هو المواسير الخضراء ديت، سواء بي ار او اكواثيرم او ايا كان يعني. والسباكه يبدا ياسس الكلام دوت. والسباك برضه هو اللي بيعزل. الموضوع ده مهم جدا يعني، كنت عايز اعمل عنه فيديو بس من كتر الضغوط اللي الواحد فيها بنسى. جالي عميل في كومباوند ما يعني، ومعاه مهندس، فعامل له بند العزل كان تقريبا بحوالي 26,000 جنيه، 3 حمامات. تمام. ف 26,000 جنيه ده رقم، ده رقم كبير جدا يعني. ليه اعمل عزل ب 26,000 جنيه؟ احنا بنجيب، لو انت هتجيب اجمد مادة عزل، السيكا مثلا 107 بالمجموعة بتاعتها، في الهوم سمارت وفي السيكا 107، هتلاقي الشكارة اخر سعر ليها تقريبا كان ب 780 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب 770 و760. ف يعني انت عندك 3 حمامات، الموضوع اصلا كله على بعضه مش هيكلف معاك 3000 4000 جنيه يعني. طبعا انا اتخضيت من الرقم لما بعت لي كده المقايسه، وللاسف كان بدا يشتغل فحصل مشاكل. فبدا قال لي بص كده على البنود. فقلت له انا ما اعرفش مين المهندس طبعا، بس انا قلت له عموما دي كتير يعني. فخلينا ارجع للنقطه بتاعتنا، ان السباك هو اللي هيعمل لك العزل. هو كده كده عشان ما تكلفش نفسك، وهو بيكون عارف ازاي يعزل كيماوي. بيأسس طبعا الصرف، بيأسس البولي بتاعه، وبيأسس الصرف. بعد كده بيشيل الصرف يعزل الحمامات بالكامل. طبعا بندي وشين بقى، الحاجات الفنيه دي بتكلم فيها بعدين، بس المهم ان هو هيعمل لك بند العزل وبند السباكه، هيعمل لك الاتنين مع بعض. طبعا بتختبر العزل وكل حاجه، وبتجيب الشركه بتختبر المواسير بتاعتك وتديك الضمان. ده كده بند السباكه. طبعا السباكه هترجع تاني في التشطيب، بس هي معايا حاليا في التأسيس. يبقى انا خلصت بند التعديلات المعماريه تكسير وبنى، دخلت على بند السباكه. السباك يديك الشرب بتاعك، يأسس بولي، يأسس صرف، يعمل لك العزل. انا كده خلصت من الحاجات ديت. ابدا بعد كده ادخل التكييفات والكهرباء. طبعا ممكن ادخل بند التكييفات لو انا عايز ادخله مع السباك عادي يعني. احنا بقى كده مراحل في بنود بدخلها مع بعض اكسب وقت. ادخل بند التكييفات مع السباك، كده كده بتاع التكييفات هو يوم هيجي ياسس لك كل تكييفات الشقه بتاعتك. طبعا ده الفريون وبيبقى ليه مواصفه يعني الفنيات دي نتكلم فيها بعدين. المهم ان بند التكييفات هيدخل معاك. التكييفات بتتاسس، صرف التكييفات مع السباك اتاسس، يبقى انا خلصت من البند ده بالكامل. بعد كده الكهربائي بيبدا يدخل، يلتزم بالشرب بتاع السباك، بيبدا بقى يتقسم مع الدنيا. حط هنا علبتين، حط هنا علبه، بناء على ايه؟ بناء على الموضوع اللي اتكلمت فيه في الاول، اللي هو اهم حاجه عندي البلان المفروش، الفرش. بناء على الفرنيتشر بلان انت بتبدا توزع الكهرباء بتاعتك. بعد ما بتخلص تأسيس الكهرباء، خراطيم والعلب والكلام دوت، لو انا عندي الشقة طوب احمر طبعا المحارة بتدخل. لو انا الشقة متمحرة، المحارة برضه هتخش تعمل مرمات التكسير اللي انت عملتها. طيب في برضه موضوع مهم، لو انا الشقة بتاعتي طوب احمر، قبل السباك المحارة هيجي لك يوم يومين يعمل حاجة اسمها بؤج. مصطلح كده بنقول عليه بؤج. بؤج دوت يعني ايه؟ يعني انا عندي مفيش حيطة في مصر يعني هتلاقيها عدلة 100%. هتلاقي دايما الحوائط في مصر فيها شطرات، تلاقي الحيطة دي مشطورة كده، الحيطة دي مايلة كده.
فانت السباك عشان يشتغل مظبوط والكهربائي يشتغل مظبوط والحاجه تبقى على وش الحيطه مظبوطه والزوايا 90 والكلام دوت، لو انا شقتي طوب احمر مش محاره مش نص تشطيب يعني، لو طوب احمر، لما بنخلص التعديلات المعماريه بند التعديلات المعماريه المحاره، الراجل بتاع المحاره بيجي، بنقول عليه بند البياض اللي هي المحاره، هيجي هيعمل لك حاجه اسمها بؤج ويتوكل على الله يمشي، بتبقى حتت اسمنتيه كده صغيره موجوده في كل حيطه فوق وتحت، لان هي وهو هنا بقى يقول لك ايه، يقول لك والله انا عايز املى في المحاره هنا شويه واقلل هنا شويه. تمام. طيب الكهربائي بقى خلاص خلص التأسيس، بيجي بقى الراجل بتاع المحارة، لو طوب أحمر يمحر لك كل الكلام دوت بناء على البؤج اللي هو اشتغلها في الأول وأنت التزمت بيها. لو هي نص تشطيب بيبقى عندي حاجة اسمها مرمات محارة، مرمات المحارة التكسير، كل التكسير اللي احنا عملناه بيبدأ يمحره. طيب كل الشقق اللي احنا بنستلمها سواء طوب أحمر أو نص تشطيب، الحمامات بتبقى طوب. مستحيل مستحيل تستلم شقة نص تشطيب تلاقي حماماتها متمحرة، دي حاجة مستحيلة مش موجودة خالص يعني. ولو هي طوب احمر فخلاص انت كده كده الشقه كلها طوب يعني، مش بس الحمامات والمطبخ. طيب امحر الحمامات والمطبخ ولا ما محروش؟ بص بقى ديت هتتوقف على حاجات انت اللي بتختارها. لو انت هتجيب بلاطات كبيره سواء بورسلين او سيراميك، محر الحمامات والمطبخ. لو انا هجيب بلاطات كبيره يعني انا هلزقه بماده، ما ينفعش مونه، فانا لازم امحر الحمامات والمطبخ. فالراجل بتاع المحاره لما يجي هيمحر لك الشقة لو طوب، هيلم لك المرمات لو هي نص تشطيب، وهيدخل على الحمام والمطبخ يمحرهم بالكامل. تمام. وبرده في فنيات هنتكلم فيها في موضوع محارة الحمامات والمطبخ، ان هي لازم تبقى محارة خشنة عشان المادة تلزق فيها، فهيمحرك الكلام دوت. طيب بالنسبة للحمامات، لو انا اجيب سيراميك عادي وعايز توفر، مفيش مشكلة طبعا. لو انا البلاط اللي هو العادي خالص دوت، يبقى انا مش محتاج ان انا امحر واوفر الفلوس ديت، والراجل بتاع السيراميك هيركب بمونة عادي. مع ان انا ما انصحش بده، يعني انا ما انصحش بده ابدا. احب ان انا امحر الحمام علشان خاطر الحاجه حتى تطلع بزوايا 90 وتكون مظبوطه. المطبخ امحره ولا لا؟ بص المطبخ دلوقتي فيه مدرستين، يا اما بنعمل حاجه اسمها الباك سبلاش او السبلاش باك، الحته اللي هي 60 سم. انا المطبخ عندي بيكون عندي جزء عليه الرخامه، وفي جزء فاضي 60 سم ما بين الرخام وما بين الوحده بتاعت المطبخ اللي فوق، فالجزء دوت هيبان فيه السيراميك بتاعي والباقي مش بيبان. فاحنا بنعمل ايه عشان اوفر على العميل؟ تخيل انا لو عندي مطبخ كبير، تخيل اقول للعميل مثلا هو عايز يجيب بورسلين، فاجي اقول له هات لي بقى 100 متر بورسلين حوائط، 80 متر بورسلين حوائط، طبعا على حسب يعني بدي رقم كده يعني، وفي الاخر اللي هيبان في المطبخ حته 60 سنتي ما بين الوحدتين بعرض المطبخ بس. فحرام يعني، لا وفر الفلوس ديت وحطها في حاجه تانية اهم. فاحنا بنعمل ايه؟ دي مدرسه. فاحنا بنعمل ايه؟ بمحر المطبخ كله طبعا، واقوم مخشن بس الجزء ال 60 سم اللي هيبان فيه، والباقي بسيبها محاره عاديه علشان ادهنها دهانات، يعني بدهن فوق وبدهن تحت، واسيب بس الحته اللي هي اللي هتبان معايا هي اللي ببدا الزقها سيراميك. لو انا هجيب سيراميك عادي يبقى ما تمحرش، خلاص ركب السيراميك العادي بتاعك ووفر فلوس المحاره، مع ان برضو انا بنصح بان انت تمحر عشان تظبط الزوايا بتاعتك. لو انت هتجيب بورسلين غالي بلاش تعمل حوائط المطبخ كله، بلاش، ما بيناش نعمل الكلام دوت عشان اوفر، لان الحوائط بتهلك او بتستهلك امتار كبيره جدا جدا. فخلاص انا كده خلصت بند المحاره عشان ما اطولش عليكم. يبقى اول حاجه تاني عملنا رفع مساحي فرنتشر بلان، لازم يبقى عندي بلان مفروش. دخلت الشقه خلاص كسرت وبنيت، ده اسمه بند التعديلات المعماريه. لو انا الطوب احمر المحار بيخش يعمل لي حاجه اسمها بؤج يوم يومين على حسب مساحه الشقه طبعا، ويتوكل على الله يمشي. لو هي نص تشطيب يبقى انا مش محتاجه يعمل الكلام دوت. بجيب الراجل السباك بند السباكه بيخش ياسس السباكه، بند التكييفات ممكن معاه يخش ياسس التكييفات، بند الكهرباء يخش معاه ياسس كهرباء. المرحله ديت بتبقى حلوه رغم انها تكسير وعفره بقى وبهدله وكده، هتلاقيها مرحله جميله جدا وما بتاخدش وقت خالص، تبقى مبسوط كده تحس ان انت يا انجزت المرحله الاولى ديت. بنبدا بقى بعد كده في الشغل بقى، ده بقى اللي هيبان فيه الفكر والذوق والتصميم والشكل والكلام ده كله.
بعد بند المحاره عندك مدرستين. انا هقول لك انا بعمل ايه، بس انت عندك اتجاهين. يا اما ابدا جبسون بورد لو انا هشتغل يعني جبسون بورد، يا اما ابدا ارضيات. ده صح وده صح. انا بعمل ايه؟ انا ببدا جبسون بورد الصراحه. بخش انا بشوف ايه الحاجات اللي عايز يتعمل فيها جبسون بورد. طبعا هي الاساس في كل حاجه. ما احنا قلنا لو انت في الاول مش عارف انت هتعمل ايه وما عندكش بلان مفروش، ولو ناس طبعا هتعمل 3 دي ده يبقى افضل مليون مره. ده هيفرق معاك في كل حاجه، لان انا لو انا لسه مش متخيل قبل ما اشتغل الجيبسون بورد شكله عامل ازاي والارضيات شكلها هيبقى موجود، الرسمه شكلها عامل ازاي، يبقى انا تاسيس الكهرباء مثلا هيبقى فيه مشكله. تخيل مثلا انا لو مش عامل حسابي ان السقف هنا فلات مثلا، او السقف فيه بيت نور، او السقف فيه بيت نور خارجي على حيطه، يعني في بانو او بيت نور على حيطه. فانت لما تيجي ما غزتش كهرباء للسقف دوت، هتلاقي بعد ما تخلص هتبدا تكسر تاني. خلي بالك اوعى يعني وانت شغال كده اوعى ترجع لتعديله في بند، بتبقى رزله يعني. يعني فاهم، بالذات كل ما بتغوط اكتر، كل ما بتخش في بنود اكتر، كل ما التعديل بيبقى ارخم يعني، في فلوس وفي وقت وفي حرام يعني. انا بتضايق لو انت بتعدل. بتضايق للعميل، مش بتضايق من ان احنا بنعمل عادي نعدل اي حاجه عشان نكسر الشقه ونعملها تاني. بس التعديلات عموما بتزعل الكلاينت. فانت التاسيس مهم. خلاص انا ببدا اخش، انا اتكلم عن نفسي، بعمل الجبسون بورد عشان احافظ على الارضيه وعشان الدنيا عندي تبقى نظيفه. خلاص خلصت الجبسون بورد بتاعي، ببدا انضف الشقه خالص بقى. واوعى ما تنضفش الشقه، لان في ناس ما عندهاش ضمير، بيسيب لك الحاجه يقول لك كده يا باشمهندس هتكون تحت الارضيات، او يا استاذ لو انت مثلا اللي بتشطب بنفسك وجايب ناس، يا استاذ ده انت كده كده الحاجه تحت الارضيه وهتملى معاك وتوفر وبتاع. اوعى، اوعى تعمل كده. الجبس ده يعني انا دايما بقول عليه سرطان. الجبس ده ماده سرطانيه، انا ما بدخلش جبس الموقع ابدا، مستحيل. شكارة الجبس ديت لو دخلت عندي دي بالنسبة لي مصيبة. تخش ليه؟ ادخل الجبس اعمل بيه ايه؟ فانت الجبس ده يبقى ابعد عنه. فانا ببدأ انضف الشقة وابدأ اشتغل الارضيات. خلاص انا كده خلصت بند الجبسون بورد. بعد بقى مرحلة التأسيس المرحلة الاولى، وبتخش على بند الارضيات. الحاجات دي بتاخد وقت شوية، فانت بتبدأ تعطل بقى. طب انا عايز اكسب للعميل وقت وفلوس، ان احنا بنسابق زي ما قلنا في اول اللايف، انا بسابق الوقت. لان انا كل ما بنجز اكتر كل ما بوفر له في عز زياده الاسعار اللي بتحصل. فانت في الوقت دوت ابدا اسبق بالمرحله الجديده. انا ببدا اجيب حاجه الكهرباء، ببدا اجيب حاجه الصحي، ابدا اجيب ممكن اجيب بضاعه النقاشه. يعني ببدا على قد ما اقدر اجيب له الحاجات بتاعه المرحله الجديده. مش هستنى لما المرحله دي تخلص وبعد كده اقول له يلا بينا ننزل، لا، مع بعض على طول. فببدا طبعا اركب الحوائط والجبسون بورد والارضيات. بعد كده النقاش بيدخل، بيبدا طبعا بيعمل بقى حاجه اسمها رايش، ويرايش الحوائط ويظبط الحوائط والديسيلر. دي حاجات فنيه نتكلم فيها، بس بند النقاشه بيبدا يخش في التاسيس، يبدا ياسس معاك. برضو في الوقت دوت دخل النجار ياخد مقاسات، دخل بتاع الالموتال ياخد مقاسات من الاول قبل النقاش. يعني انا زي ما بقول لك ايه، عشان خاطر انت ما تعطلش. تلاقي الشقه بتاع قاعده 6 شهور. ليه قاعده 6 شهور؟ عشان ما فيش ترتيب او ما بتدخلش بنود مع بعض. انا اول ما ببدا، انا كاسلام اول ما ببدا الجبسون بورد وهخش على الارضيات، بدخل النجار يرفع مقاسات، وادخل الالموتال يرفع مقاسات، وابدا انزل مع الكلاينت اشتري كل حاجات التشطيب بتاعت الكهرباء، سبوت لايتس، نجف، الليد. ابدا اشتري حاجه السباكه. البنود شغاله بس انا مجهز حالي ان انا ادخل اركب على طول، ما اخدش وقت في موضوع مرحله التشطيب النهائيه. بعد ما بخلص الارضيات بيكون عندي جاهز ايه بقى. لو انا عندي باب مصفح هيركب، بركب الباب المصفح طبعا. باب الغرف بعد ما ببدأ كده سكينتين المعجون او مدخل البيبان او مركبها، الالموتال يخش يركب او مفتح السبوتات. تمام. ويبدأ بعد كده النقاش يشتغل على السبوتس اللي انا بركبها، عشان يبقى هو شايف كويس جدا وانت شايف معاه مشاكل النقاشة. ببدأ اشتغل بالنقاشة بتاعتي لحد ما اوصل لمرحلة البطانة. بعد ما اوصل لمرحلة البطانة ببدأ ادخل النجار تاني. لو في تجاليد بتبدأ تركب، لو في ورق حائط بيبدأ يركب. كل الحاجات دي برضو نصيحة عشان تكسب وقت وتوفر فلوس، بتبدأ فيها من المرحلة التانية. يعني انا عندي المرحلة الاولى مرحلة التأسيس،
اللي هي شامله ايه؟ نراجع تاني: بند التعديلات، بند التكييفات، بند السباكه، بند الكهرباء، كل الكلام ده، وبند المحاره طبعا سواء مرمات او محاره تاسيس. دي مرحله اولى. اول ما بستارت المرحله الثانيه بجهز للثالثه. في المرحله الثانيه عندي ايه؟ عندي الجبسون بورد، عندي الارضيات، عندي تاسيس النقاشه. خلال انا الحاجات دي ما بتكون شغاله بيكون النجار دخل خلاص. النجار بعد كده بيخش يركب باب مصفح، يركب الابواب الداخليه، الالموتال يخش يركب الالموتال او اليو بي في سي طبعا على حسب انت هتشتغل ايه. والكهربائي يخش يبدا يعمل تاسيس او تفتيح السبوتات بتاعه الجبسون بورد اللي موجوده عندي، عشان يبدا ينور لي الشقه طبعا وينور لي الدنيا. لان النقاش دوت بقى انت هتبدا ماشي معاه باللمبه كده، يعني بتبص بقى وتشوف الحته دي مظبوطه مش مظبوطه، متصنفره مش متصنفره، التفاصيل الفنيه ديت. تمام. بعد ما بخلص البطانه اركب الورق حائط، اركب التجاليد. بعد كده النقاش ناقص له خلاص الوش الاخير، ممكن ادخل معاه السباك او اخلص النقاشه وبعد كده ادخل السباك. انا بحب اخلي النقاش للاخر يعني، عشان تكسيرات مش عارف تجريحات. حتى الكلاينت اللي بعد ما بيفرش سواء بيفرش معايا او بيفرش مع شركه تانية، انا برضو النقاش لازم يروح له بعد كده، عشان لو هيلم له شويه تكسيرات او حاجات بتتم من خلال الناس وهي داخله وهي خارجه وكده يعني. طبعا بدخل السباك يشطب السباكه بتاعتي، بدخل الكهربائي يركب النجف، يركب الاباليك، يركب الحاجات دي كلها. واخيرا طبعا النقاش بيخش، وبرضو السيكوريت لو انا عندي وحده سيكوريت او حاجه، والمرايات بتبدا تخش في الاخر. ده كده ترتيب البنود. طيب لو انا عندي كلاينت مثلا قال لي اعمل الفرش، او خلينا نبدا بيعمل المطبخ، بعمل ايه؟ باجي من المرحله الثانيه اللي هي فيها الارضيات والحوائط. خلاص ركبت الارضيه وركبت الحيطه، تعالى يا باشا المصنع اللي انا بتعامل معاه مثلا، تعالى خد المقاسات بتاعه المطبخ وابدا اعمل الديزاين. يفضل المطبخ بالذات بقى يبقى فيه تصميم، يعني بلاش كده شفوي. يفضل لو انت بتتعامل مع مصنع او مع شركه يكون عامل لك تصميم، حتى لو سكتش اب كده، يعني حاجه 3 دي بسيطه، بس ابقى شايف ان المطبخ تفاصيله كتيره جدا جدا. والمطبخ من الحاجات اللي انت ممكن تبقى بسيطه وشوفها طالعه ترند او طالعه تريحك وما تبقاش عاملها فتتضايق. الحاجات بقى اللي طالعه اللي هي اليونت بتاعت الباسكت مثلا او المقشه ومش عارف ايه، الترول بتاع الزيت، حاجات بسيطه بس بتاخدها في الاعتبار. المطبقيه الهيدروليك، المطبقيه العاديه، طبعا الليد اللي تحت كل الحاجات ديت يفضل انت تبقى شايفها الاول. ما يبقاش حد يخش مطابخ ويقوم تلاقيه ايه قال لك هنا احنا نحط هنا ضلفتين ونحط هنا مش عارف ايه وبتاع، بعد كده تيجي تستلم مش هتبقى ممكن تبقاش متخيل من الاول، فتلاقي الموضوع مش الطف حاجه يعني. فانا لو هعمل المطبخ ببدا من المرحله الثانيه، خد المقاسات لان خلاص الحوائط ركبت، فانا عندي بالملي الدنيا بقت مظبوطه، وابدا اشغل بتاع المطبخ. ليه؟ لان انا اول ما هخلص له تشطيب الشقه في المرحله الثالثه يكون المطبخ خلاص جاي يركب، فسلم العميل الشقه بالمطبخ ده لو انا برضو هعمل المطبخ. لو انا هعمل الفرش، لا من البدايه بقى خلاص انا خلصت التاسيس بتاعي، ببدا اشتغل على الفرش. او لو انا عندي 3 دي بلان، او لو في صور انا خلاص مستقر على المقاسات والحاجه، وطبعا في فرنتشر بلان بيلتزم بالكلام دوت، ممكن يشتغل من اول يوم، يجيب الخامات ويبدا يشتغل على طول. انا مش حابب اطول عليكم قوي، بس هي دي كده ترتيب البنود سريعا، يعني الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها. اي حد بيشطب مع نفسه هيلاقي مرحله التاسيس بتجري وهيبقى مبسوط جدا، بعد كده بيعطل لان هو مبقاش عارف يعمل ايه. وفي ناس كتير بتكلمني بتقول لي مثلا، في ناس كتير قوي بتبعت لي تقول لي انا عندي شقه وصلت لمرحله كذا ومش عارف اكمل. فانت لو مش عارف تكمل وكنت بادئ وما عندكش فيجن او ما عندكش رؤيه الحاجه هتبقى عامله ازاي، دي هتبقى مشكله كبيره، ودي حاجه بتتعبنا. يعني انا مثلا لو انت وصلت لمرحله معينه وانت عايز مثلا لمستي او ان انا اخش اعمل لك حاجات ديكوريه، ممكن ابدا اعيد تكسير حاجات. لان انا مثلا اقول لك انا عايزين نعمل هنا تجليده فيها بروفايل ليد مثلا، او عايز اعمل هنا ماجنتيك تراك، او عايز اعمل كذا او كذا او كذا، بناء على طبعا الصور اللي انت بتجيبها. ف... هكسر اعمل ايه يعني؟ انت تضطر تعدي زي شقق الاسكان اللي بنروحها مثلا، او شقق التشطيب بتاعت الجهاز مثلا. لما بنشطب في مدينتي مثلا جهاز تشطيب بتاع جهاز مدينتي، او لو بنشطب في حاجات بتاعت دار مصر وجنة مصر وسكن مصر، خلاص انا داخل حاجه، بس بضطر ان انت علشان تعمل حاجه ليها ذوق او لمسات. ومش معنى كده برضو انها تبقى مكلفه او غاليه، لا خالص. انت بتشوف الكلاينت البادجت بتاعته قد ايه،
او لو في صور عايز يعمل زيها، بتقول له والله الحاجه دي تكلف كذا، وتروح وتيجي بقى. يعني مثلا الله يقول لك طب والله البادجت بتاعتي اقل، فاقول له لا طب يبقى نستغنى عن كذا ونعمل كذا كده يعني. فانت لو انت مؤسس من الاول وحابب بعد كده حد يكمل، دي هتبقى مشكله، فما انصحكش. ومش ده معناه ان انت لازم تجيب حق. يعني لو انت عايز تشتغل بنفسك وتوفر، على الاقل استشير. يعني قول له لو انا عايز اعمل كذا كذا كذا، او عايز اعمل الصور دي كذا، اخلي بالي من ايه؟ يلا خلي بالك في التاسيس من واحد اتنين تلاته اربعه. تمام. فترتيب البنود مهم جدا جدا جدا. لازم تكون مرتب الدنيا قبل ما تخش على الوحدة بتاعتك وانت بتشطبها. وترتيب البنود بناء على الفيجن او الحاجة اللي انت عايز تحققها والحاجة اللي انت عايز توصل لها. احنا الفترة الحالية برضو زي ما اتكلمت في بداية اللايف، احنا الفترة الحالية في ازمة في موضوع الموردين والحاجات. لو في ناس بتشطب دلوقتي هيلاقي ان هو ممكن يسأل على طلبية يقول له لا مش موجودة، هي بتكون موجودة بس هم مستنيين حاجة ممكن تبقى فيها زيادة او كده. مش كله طبعا بس الاغلب بيعمل كده. ولو انت هتشطب ابدأ، ومش لازم تبدأ تشطب، ابدأ اشتري، ابدأ احجز، ابدأ فورا. احجز كل حاجة هتشغلك في الفترة الجاية، علشان انت كل يوم بتكسبه في ان انت تشتري حاجة، ده مكسب ليك في الاخر، انت هتوفر في الاخر فلوس. بس ده كده سريعا موضوع ترتيب البنود. ان شاء الله هتكلم في كذا لايف عن توفير، ازاي تبدأ توفر في البنود، بس بالمواصفة. انا الموضوع ده مهم جدا عشان الموضوع ده عامل خناقة اصلا ومشاكل على التيك توك. بس انا ما بحبش اتدخل في قيل وقال ومش عارف مين طالع واستشير مين واسأل مين والكلام دوت، ومهندسين داخلين بيخبطوا في الدنيا ويخبطوا في بعض. انا ما بحبش اخش في المشاكل ديت، لان في الاول وفي الاخر لما تيجي تحكم على سعر اي حاجة في الدنيا، تحكم عليها بمواصفة، والسوق مفتوح. يعني انت قبل ما تشتغل اسأل عادي، يعني عشان في ناس بس بتضحك عليها كتير. اسأل، يعني كلم اي حد، 100 واحد بتوع الموتيل. والنت دلوقتي بقى الموضوع بسيط. يعني انت ممكن انا ما اعرفش، مثلا انا لو بره المجال مثلا وعايز اشتري عربيه، ما افهمش مثلا في العربيات، مثالي ما افهمش في العربيات، فما تروحش بقى معرض ويقول لك دي ب 2 مليون فتاخد 2 تشتري وتمشي، تكتشف ان هي بمليون مثلا. لا، بتخش وكده وتدور وتشوف وتسأل وتعرف هنا وتعرف هنا وتسأل عن ده وتسأل على دي. طب دي كويسة، لا طب دي مش كويسة، نفس المكان نفس الكلام بالظبط. ففي ناس طالعة، أو الشخص اللي طالع يقول لك مثلا ممكن اشطب لك وحدة ب50,000 جنيه مثلا، مش عارف 100 متر ولا 200 متر ب60,000 جنيه، فاهم؟ طب ما فيش مشكلة، ما انت ممكن فعلا تعمل ده لوحدك عادي يعني. ممكن تعمل ده لوحدك، بس المواصفة ايه؟ يعني هي دي الفكرة، المواصفة ايه اللي انت هتشتغل بيها. وهتلاقي في مهندس بيشطب نفس الوحدة ب 100 متر مليون، مليون ونص. برضه المواصفة، هو مش حرامي، بس هي المواصفة ايه. وده برضه دور المهندس، ان هو يبقى بيقدم مقايسة للعميل. يقول له والله مثلا هو بيجي يقول لي انا عندي شقة 100 متر عايز اشطبها، انا ما بحبش اسمع بادجت في الاول. يعني ما بحبش احكم نفسي في بادجت، بس انا بسأله في فنيات. يعني انا بيجي حد يقول لي عايز اشطب، ما بقولوش انت معاك كام. ما بحبش اسال السؤال ده في الاول. انا ببقى عايز اعرف، بس مش من الاول، عشان انا ما احطش دماغي في ان انا ازاي الفلوس دي لا. بساله انت عايز بورسلين ولا سيراميك، عايز دوافن ولا عادي. طبعا بيسالني، ممكن يسالني يقول لي أنا مش عارف هتفرق في ايه. اقول والله لو قعده عاديه مثلا من قعده دفن هتفرق معاك مثلا في 8000 جنيه، او تفرق معاك في 10000 جنيه. يقول لي لا مثلا، او يقول لي مفيش مشكله. خلاص، فابدا اقدم له مواصفه بتوتال مبلغ، بنود بقى، بند كذا كذا يكلف كذا، بند كذا كذا، بمواصفات تفصيليه بقى. مثلا قطاع بي اس كبير، مش عارف ايه بتاع. كل ده بتبدا تكتبه له، وفي الاخر بتقول له التوتال كذا. بيبص هو على التوتال ويبص على البنود. ممكن يقول لك تمام توكل على الله، ممكن يقول لك لا مثلا عايز اعلي، بدل ما نشتغل بورسلين مصري انا عايز هندي. مفيش مشكله، هو عايز كده، ما هي شقته في الاخر في الآخر. ممكن يقول لك لا ده كتير عايزين نوفر. هنا بقى النقطة ديت، في واحد هيقبل وفي واحد لا. يعني ممكن واحد يقول لك والله انا اقل من المواصفات ديت مش هعرف اشتغل، عادي براحته. وفي واحد تاني يقول لك لا عادي، انا اي شغل دايس، يعني اي حاجة تكون عايز تركب موزايكو في الارض اركب لك موزايكو عادي، مش مشكلة. هو قابل برضه عادي. ما في كتير
بيشطبوا يعني. بس انت في الاخر عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل حاجة عادية وبسيطة، خلاص شوف حد يعمل لك الحاجة العادية والبسيطة. لا ده حرامي ولا ده حرامي. عايز تعمل حاجة قوية ونضيفة، خلاص في ايدك في الاخر اعمل حاجة قوية ونضيفة. واختار شخص يكون امين، سواء مهندس او مندوب مبيعات يعني. يعني اختار في الاخر شخص يكون امين. انت هتجيب الحاجة ب10 جنيه، هيقول لك الحاجة ب10 جنيه، ما بياخدش حاجة من وراك. انت اللي اخترت انها تبقى ب10 جنيه يعني، فاهم؟ فبس ده كده سريعا عن ترتيب البنود. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده يعني. هابي ويك اند بقى النهارده الخميس، وان شاء الله هحاول اطلع لايفات كتير ادردش مع الناس في نقط كتير وحاجات كتير. اخيرا يعني قبل ما اقفل، انا بعتذر جدا 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 عن اي حد بيبعت لي رسائل وما بعرفش ارد. لان انا والله فعلا بيبقى غصب عني، مستحيل ابقى قاعد فاضي مثلا وابقى شايف رسائل ناس مستحيل اعمل حاجه زي كده يعني. ده اصلا حاجه تضرني ما تنفعنيش. فمستحيل اعمل حاجه زي كده. فانا بعتذر جدا لو حد يبعت لي رسائل ومبقاش عارف ارد، والله بيبقى غصب عني. يا اما الرسائل بتبقى نزلت تحت مثلا في رسائل تانية بدات تظهر، يا اما انا ببقى مثلا في المواقع او كده، وانا بحب ارد بنفسي على الرسائل. كده كده معانا تيم سيلز اصلا بيرد على الناس، بس انا برضو بحب اراجع الرسائل وبحب ابص عليها علشان خاطر لو في حاجه معينه، حاجه فنيه معينه اقدر افيد بيها الناس طبعا. مش بس على الشغل. انا في ناس بتخش تسالني تقول لي لو انا عندي وحده كذا مثلا، انت رايك اعمل ايه كذا ولا كذا، فببدا مثلا اقدم له النصيحه. في مثلا ناس بتكون شطبت ومش عارفه تختار الوان الفرش مثلا، طب انا شطبت الدهان لونه كذا، طب ايه احسن حاجه؟ او العكس مثلا، هو جايب فرش او بينقل من مكان بفرش الوان معينه، طب ايه انسب دهان؟ فبحب برضه اخش الحاجات الفنيه ديت ارد عليها. بس انا لو في حد يعني ما بردش عليه او مؤخر عليه الرد، فانا بعتذر جدا يعني، دي حاجه غصب عني. بشكركم جدا، ويعني مبسوط جدا. انا ده اول لايف تقريبا اطلع على التيك توك، فمبسوط جدا. وان شاء الله يبقى في مواضيع تانية مهمه ابدا اخش ادردش معاكم فيها. شكرا.